السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم فيديو هنتكلم فيه مع بعضينا بناء على رد الناس اللي بتسألني في الكومنتات او بتسألني في اي حتة بعيد عن الكومنتات في الشغل او كده. بيسألوني بيقولوا لي يا شيف عايزين بديل للشوكولاتة النوتيلا عشان خاطر النوتيلا بقت غالية. فبديل النوتيلا يا جماعة اللي هو الميكس تيلا زي ما اللي انتوا شايفينه. بدل ما نجيب نوتيلا هنجيب الميكس تيلا، هنلاقيها موفرة معاك وسعرها كويس وتستها عالي جدا، يعني طعمها حلو أوي 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 معاك. هيكون في الفطير وهيكون في كريب، هيكون في سندوتش، هيكون في أي استخدام ليك عايز فيه شوكولاتة ايه هيكون الميكس تيلا. وموجودة بأحجام كتير زي ما انتوا شايفين، وفي أحجام غير كده كتير. تاني حاجة، الناس اللي بتقول احنا عايزين كنافة البيستاشيو. كنافة البيستاشيو دي يا جماعة طبعا كل المطاعم دلوقتي بتجيبها جالونات كبيرة. ففي شركة زي ما انتوا شايفين كده، الشركة دي ممكن تعمل زون للعلبة وتعرف اسمها، تاخده سكرين وتدور عليه، ده هتلاقيه في متناول الجميع، سعره هادي وتيستو كويس جدا جدا جدا. لو انت حابب البيستاشيو، كنافة البيستاشيو زي ما انت شايف، انا مش عايز اوضح اسماء ولا اي حاجة، هتاخد صورة العلبة دي وتبحث بيها عندك وهتشوف سعرها وهتشوف ايه جودتها عاملة ازاي. مش عايز اقول كده لانه في شركات كتير بنفس مسميات العلبة دي، فانا مش عايز اقول اسم شركة معينة عشان خاطر انت ما تتوهش على الاسم. فزي ما انا حاطط لك الصورة كده هتشوفها كنافة ايه البيستاشيو. دول يا جماعة هتلاقيهم اي عطار كبير هتلاقي عنده الكلام اللي انا بقول لك عليه ده، سواء الميكستيلا او البيستاشيو. هتلاقي الاتنين دول موجودين في اي حتة وتستوهم عالي وسعرهم كويس. ده كده يا جماعة أنا فهمت لكم المعلومة دي عشان كذا حد عندي على القناة بيسألني عليها، حتى في الزباين في الشغل عندي بتيجي تسألني على حاجة زي كده. بس كده يا جماعة، الفيديو كان بتاعنا كله بنتكلم دقيقتين بس عشان أوصل لكم المعلومة دي وأعرفكم الحاجة دي فين أو بتتباع فين أو سعرها عامل إزاي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.